سي محمد بوقنطار معنا اليوم، وهذه صراحة يوم سعيد جدا أن نشاهد سي محمد اللي كان شوية عيان، دابا كيرجع لنا بصحة وعافية إن شاء الله وطول العمر. سي محمد بوقنطار أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. أخي محمد بوقنطار، أنت معروف عليك مناضل كبير، عندك تاريخ عريق وعريق جدا هنا في العاصمة الأوروبية بروكسل. أنت من المغاربة الأوائل اللي دخلوا السياسة. احنا عشنا ديك المظاهرة الكبيرة اللي شفناها في الرباط وفي المدن المغربية استجابة للشعب المغربي، يعني اللي كيعبر عن الرأي ديالو وكيقول كلمة، وعطى رسالة قوية لبان كيمون اللي استهزأ بالشعب المغربي. يعني كيفاش شفتي سي محمد بكونك انك سياسي محنك، كيفاش شفتي هذه المظاهرة بالرباط وكيفاش عشنا هنا في بروكسل؟ بالنسبة للتصريح ديال بان كيمون ديال الأمم المتحدة، هذاك الإنسان بالغ بزاف، ما عندوش معرفة على التاريخ أولا ديال المغرب، وما كيعرفش التاريخ النضالي ديال المغاربة من أجل تحرير بلادهم. في الربعينيات أيتبع عمران هذيك الأوبيراسيون إيكوفيون و يعني هذا الإنسان لا يساوي شيء. علاش؟ أنا البارح كان عندي المجلس البلدي نظرا لبروكسل العاصمة. كتعرف بروكسل العاصمة كاع المنتخبين اللي كاينين أغلبيتهم وزراء، أغلبيتهم البرلمان الأوروبي إلى آخره. ناقشت مع اللي كيمثلوا الأحزاب السياسية، لا من الليبراليين ولا من الاشتراكيين ولا من، على هذا التصريح اللي صرح هذا السيد. واه كنقسم لك بالله الى البارحه قال لك هذا بليد هك حرفيا. انا البلجيكيين كيقولوا في حق بان كيمون انه بليد. كنقول لك برلمانيين اوروبيين ماشي يعني من اصول مغربيه. علاش؟ لان هو بدل من اللي بغى يشوف ياك اولا خاصو يزور العيون. قال له غنعطيك مثال علاش. كنتذكر البرلمان الاوروبي كان غادي يصيفط واحد الوفد ديال البرلمانيين الاوروبيين لتيندوف. انا اصدقاء ديالي اللي ناضلوا معايا في الحزب الشيوعي، كان عندي تجربه في الحزب الشيوعي البلجيكي في الاول اللي جيت هنا كشاب في النقابه الى اخره. إتشنسون برلماني أوروبي صديقي في النظام قال لي امشي بوقنطار، رحنا غنمشيو لتيندوف نشوفو ديك الوضعيه ديال الصحراوه اللي في تيندوف. قلت له اسمع غادي نقول لك واحد الحاجه. قلت له كتعرفني؟ قال لي ايه. قلت له انا كنقترح عليك تمشيو اولا للعيون وشوفوا كيفاش، ومن بعد سير تيندوف باش عاد تكون مقارنه. بس تقارن يعني بين العيون وتيندوف. قلت له اوترومون راه الجزائريين ياك عارف غادي يخلطوهم بالكذوب وداك الشيء. قال لي واخا عمل داك الشيء، مشى للعيون. قال لي راني غنمشي للعيون هو راه باقي في البرلمان الاوروبي. قال لي وغندير لك التقرير ملي نرجع. كيفاش؟ مشى للعيون. كي مشى للعيون رجع فوت عليا قال لي عرفتي راه الجزائريين طلعوا عليا في الجرائد ديالهم بان هو المغرب شراني. قلت له انا شريت. بوقنطار شراك من العاصمه بروكسل. قلت له سي بوقنطار كيفاش شريت؟ قال لي يا مي هاد الناس كيقولوا راه حما. قلت له راه العرب هكاك. العرب قلت لي ايزون مونتاليتي اركايك حاشاك من اللي ما كاين. تيقول لك راه شراه النظام المغربي شراه وكذوب. إتشنسون ستان مناضل كبير وذاك وانسان، وشاركنا عدد ديال المسائل في النضال ديال بكري باقين في الشبيبه الشيوعيه.
والبروبليم طلقوا له الدعايه في الجرائد ديالهم بانه شراه النظام المغربي، عطاه الفلوس وبقى فيه الحال. ومن بعد رجع بقى واحد المده دازت، استدعاه لانه هو صريح، دار داكشي صريح. استدعاه الملك، انا كنت في المغرب، من رجع قال لي ودي راه بريت عليك تعيط وما لقيتكش، كنت بغيتك تمشي معايا لان محمد السادس وشعني على ديك الصراحه ديالو، فهمتي ولا؟ والسيد ما عمل، المغاربه ما تعرفوش البرلمان، ما تعرفوش، كيعرفوا كبرلماني ما عمرو مشى للمغرب، ما عمرو دار هذا. انا خاطر قالوا الدعايه. شنو اسمه سي محمد هذا البلجيكي البرلمان؟ إتشينسون كان بارلمونتير قلت الله عمر هذا. المهم كاينه فريدريك ريس بارلمونتير اوروبيان ليبرال، لا عمر هذا. كتعرف اللي كانت مذيعه في ارتيل. نعم. ما عندي علاقه طيبه معها، فهمتي؟ واخا هي من ذاك الاشتراكي، هي من الحزب الليبرالي، ولكن القضيه الوطنيه ديالنا هاك ما قالت لي راني اللي كندافع اكثر على القضيه ديالنا. قالت لي باسكو سي une cause juste du peuple marocain، فهمتي؟ الصحراء مغربيه يا ريان افير، مي الجزائريين الريالات طعموا، فهمتي ولا؟ ماشي زعما البيكو هذا السكرتير الكاتب العام ديالهم برامي البان كيمون. المهم توسالات خصو يدبر على راسو، يحل المشكل ديالو ديال كوريا الشماليه مع كوريا الجنوبيه. بعد هذه يحل المشاكل الاخرى على راسو. نعم خصو يدبر، كنقولها بكل صراحه، خصو يدبر على راسو. المهم ولكن اش لقى قدامه؟ لقى شعب مغربي، شعب صولي، شتي الوقفه يعني المغاربه تبارك الله عليهم سياسيه لما تقسموا بلادهم ولا حبه من التراب ديالهم كيتوحدوا. ما يعنيش راه الملك الحسن محمد السادس قالها هذا الخطاب اللي وجدو، قال لي من الصحراء ماشي انا ديالي انا بوحدي، فهمتي؟ زعما بلادكم دافعوا عليها انتوما، راه الاساسي هو انتوما الحق. انا كنتذكر في 95 لا ب 95 دارت واحد المدونه في الجامعه، جابوا لها البوليزاريو، وكان بيير غالون اللي هو راك عارفه. بيير غالون هذاك واحد المعادي للمغرب. لا ما معادي كاع، انا معايا في لا سيكسيون ديال البارتي سوسياليست، دابست معاه باسكو زافي كري ان ارتيكل لي تريتي دو كورومبي اكسيتيرا. البروبليم ومعايا في الحزب، ومن بعد قال لي راه المشكل، نقول لك انا قلت له بعد الجزائريين، قلت له بيير غالون قالها لي، قال لي المشكل ماشي ما بين الصحراوه، ما بين لي بوليزاريو والمغرب، مشكل ما بين الجزائر والمغرب، خاصهم يحلوه. ما كاين لا مشكل ما بين بوليزاريو ولا ما بين الصحراء ولا والو. ربما بوليزاريو يعني هاد المرتزقه هادو غير موجودين يعني المخلصين كيعيشوها هما هنايا. انا واحد الخطأ كيبان داك سوا ديزون السفير تاعهم مشى ياكل هنا في ريدي بوشيلا هذاك لي شونديل مع راسو ضرب لو بون فان، فهمت؟ واحد الخطره دخلت عليه حتى الريستورون هنايا، قلت له كل قلت له الجزائريين هنا ما كيلقاوش باش يشراو بصار حارقين والتبارك كتاكل لظهرهم، فهمتي ولا؟ انا نقول لك مي لو بروبليم هو يبقى تيشوف فيا، فهمتي؟ هذا الممثل ديال هذيك الجماعه ديال المرتزقه سوا ديزون السفير تاعهم هنايا. البروبليم السفير بدون يعني خديت معهم معركه طويله. وكتذكر ملي قدمت دعوه باش يمنعوا ما يخرجش عبد العزيز المراكشي اللي جا هنا لاجونس بيلغا، سي موا كيطالي ديبوزي بلان. ملي لا سيكوريتي الجيريان كانت معاه ضربوا واحد المغربي، فهمتي؟ ضربوه جا المحاضره، ضربوه. سي موا كا ديبوزي بلان كونتر عبد العزيز باش ما يخرجش من التيريتوار الداعش،
فهمتي؟ عبد العزيز المراكشي. عبد العزيز المراكشي وحق ربي حرام عليه هذا الاسم هذا المراكشي. اسمع هذا عبد العزيز الخائن هذا. اسمع نعم. اسمع بقى بروسي فيربال باقي عندي ديال الجندرمري. قال لي لو بريزيدون دو كال ريبوبليك لو بريزيدون دون ريبوبليك كي نيكزيست با ودارها في البروسي فيربال. عبد العزيز بريزيدون دون ريبوبليك كي نيكزيست با. توا سي لا فيريتي. دابا الان هنايا ملي هنا المغاربه هنا كل ما تجي بحالي باقا انت تدخل سوق راسك ناري حيت كيخافوا ما كانوش يخافوا كون حنا دابا درنا مظاهره كبيره هنايا او ثاني يعطي قداش باش الراي العام الاوروبي يشوف داك الشيء. لا حنا ساكتين. علاش؟ لان الدبلوماسيه المغربيه هنا لا وجود لها كل وجود لها كرة هي كتبان كي بحال الطرق كي بحال الاعلام سي محمد، الاعلام هنا موجود. شنو رايك في الاعلام؟ الاعلام ما كاين اعلام. كانوا اذاعه، كانت عندي اذاعه كلتر راك عارف الموضوع ياك؟ عارف نعم. ما بقى المغاربه عندنا حتى شي. الاخر اذاعه اللي ما عمرو دار في هذاك العنكبوت اللي كان ديال المنار باع شبع اذاعه اللي ما عندوش الحق يبيعها. ما بقى عندنا خو لا اعلام ولا والو. المغاربه هنا اكبر جاليه وافقر جاليه، لا على مستوى الاعلام على مستوى الطاقه على عدد الاشياء. ولكن انت كتسمع هذا الراديو هذا الوهمي هذا اللي شراوه بعض الناس من هذا. نعم. اذاعه تونسيه خلينا ما نبقاو نقولوا مغربيه. باع شرا له عطاه المليل خادم مشاو مشى للمغرب زادوا ما نعرف شنو. هذا هو الظلم. وقول له دابا هذوك اللي هذوك اللي يعطوه وقول له يجي يتكلم على الصحراء. يلا حتى الاغنيه وطنيه ما كدوش في هذه الاذاعه حاليا. ما تدوش سي نورمال. هو سي نورمال ما تدوش. يعني 850,000 ديال المغاربه مع لان شنو تيحرك 15,000 ديال كيقول لك اضعف ايمان الانسان يكون وطني. اضعف ايمان ما عنده والو. هادو ما عندهمش وطنيه. هادو ما عندهمش. هادو اللي كتقصد بهم اللي في الراديو ما عندهم وطنيه. لو كانت عندهم وطنيه ما كانوش يبيعوا الراديو. لا سي محمد دابا كنا دار برنامج نغوت على الناس. اسيدي ما بغيتش تغوت عليا انا ما نجيش ياك. غوت على الناس راه كاين اكثر احسن مني واكثر مني وهذا غوت عليهم نقول لهم كاين القضيه الوطنيه. تكلموا كما دابا في المغرب كلشي مجند كيهضر في الاذاعات في كل شيء. قادات ديال الاحزاب السياسيه ديال الناس كتهضر باش توضح ما هنا لا. هنا لا جريده لا والو. اللي درتها كحرب كانت اذاعه المغربيه. كان اول اذاعه خلقت هي اذاعه دار المغرب. انت اللي خلقتيها في ذيك الوقت هذه. اليوم دابا جاو هاد المتطفلين هاد المتسلطين على الميدان ديال الاعلام وتسيطروا على الاعلام. ولكن ساعدوهم شي وحدين. ساعدوهم شي خونه ديال الوطن. ساعدوهم خونه ديال الوطن. يعني كتصفهم بالخونه. انا كنسميهم بالخونه الوطن. الكلمه ديالك الاخيره سي محمد بقنطار اللي عايش عندنا في هذا الفيديو هذا من المغاربه ديال هنا من قلب العاصمه الاوروبيه القلب النابض لاوروبا بروكسل الى المغرب من طنجه لقويره. الكلمه الاخيره نقول لهم بان انا في هذاك الوقت كنت منفي في الحركه ديال الاختيار التوري وهي الحركه الوحيده او ما عندي قال ادبيات ديالها اللي درنا بيان لا لتقسيم الصحراء المغربيه. ما اللي تقسمات حنا اللي كنا دينونسي لو بارطاج دي الصحراء. الصحراء الي ماروك صحراء فهمتي. الصحراء والجزر الجعفريه سبته ومليليه وتيندوف كي n'a pas été ratifié jusqu'à présent. الحمد لله حنا اللي هزينا هنايا الحمد لله. كان ملي كنشد دابا هذاك البيان كنقرا كنقول انا سعيد لان كنت من دوك الناس اللي دافعنا وقلنا لا لتقسيم الصحراء المغربيه. لا
مالغري كانت مشاكل وكانت هذا الى اخره، وهذا خصو اللي كنكتب لان الشيء خصو يتكتب. شنو تقول للجيران السي محمد بقنطار بكونك انك تبارك الله عليك قاموس كبير تاريخ، رجل تاريخي يعرف الصغيره والكبيره عن المنطقه، يعني شنو تقول للجيران ديالنا يعني اللي كيعاديونا؟ اودي المشكل الانسان ما خصوش يسب التاريخ. الشعب الجزائري لا تشوف ديك القناه المغاربيه راك شتي الوضعيه ديالهم اللي عايشين. القناه المغاربيه في لندن نعم. ايه الجزائر حاكمينها العسكر، الشعب مسكين ما عنده ما يقول، فهمتي ولا؟ الشعب ما عنده ما يقول لا هنا ولا ليه، الشعب الجزائري اخواننا هما معنا هنا كنريحوا معاهم كنناقشوا هذا الموضوع بحال ما كاين والو، مغاربه ولكن المشكل كيقول لك الغالب الله. الجزائر حاكمينها، الجزائري تيقولوا هنا يقول لك حاكمينها ضبط مع فرنسا، دوك اللي كانوا في الجيش الفرنسي هما اللي كاينين الان. هما علاه ما كاينش شي جزائري تيقول لك علاش اخوت انا ما ناس طوموبيلتي ونهود حتى الخوزيرات، ومن الخوزيرات ندوز على وجده انا في الجزائر. انا ساكن في وهران ولا ساكن في ديك تلمسان دروما، تلمسان مسجد العباس الى اخره. خوت مشيت للطاليان راه كلهم، ولكن ننتظر عندهم نظام فاشيستي بالنسبه لهم. راه القمع اللي كاين في الجزائر ما كاين حتى في دوله اخرى نعرفوه. اذا كنشكرك سي محمد بقنطار، جلسه معك شيقه ان شاء الله. نتمنى انا يلاه دابا عاد نرتاح، خصنا نديروا شي جلسه بالوثائق بكل شيء باش باغي الشعب المغربي يعرف حنا داك المينيموم، داك المينيموم ديالنا من الناحيه الوطنيه اللي قمنا به هنا في الجاليه المغربيه كلها. لان ما كاينش مغربي اللي كيقول لك انا ما كاين الصحراء ماشي ديالي، فهمتي؟ هو كاين مي بروبليم ديال الجزائريين خلى لهم بومديان، خلى لهم واحد النفطه اللي ما عمرك باش يبقاو مشغولين مع ديك النفطه، فهمتي ولا؟ اذا كنشكرو كنتمناو ان هذا بان كيمون اسمح لي مهمته انتهت، المهمه ديالو انتهت. نعطيو قال لك كريتيك لا اون فالور. Quand on commence à parler beaucoup de lui, on lui donne de l'importance. بقات انا نقول لك على المستوى الاوروبي، على المستوى السياسي الاوروبي كل شيء قال لك بحال شي واحد حاجه طاح الارض. شي واحد طاح الارض هو بدل يخرج من واحد الباب نقي بقى نقي، لا اش قال لك؟ إذا مرة أخرى كنكرروا الكلمة، كنشكروا السياسي المحنك بالعاصمة بروكسل، كنشكرك جزيل الشكر وكنتمنى لك الصحة والعافية وطول العمر. ونتمنى للشعب المغربي يستمر باش في بلادو، لأنك تسمع أنا قلتها لواحد الشرقي من الإمارات العربية ولا ما يسمى بالساعة، قلت له عرفتي ولا؟ قلت لهم كتعرفوا مشيت للبريتش ميوزيوم اكبر متحف في لندن، قلت له الدوله العثمانيه حكمت العالم من خطر المغاربه. قلت له المغاربه اللي بلوكوا، قلت له احنا عندنا تاريخ. قلت له عرفتي الدوله العثمانيه اللي حكت حتى النمسا حتى لفيين بلوكوهم، شكون اللي حبسهم؟ المغاربه. والجزائر وليبيا وتونس من خطر المغاربه، وهذه ستين فير بور لو بوبل ماروكان. شكرا جزيلا اخي محمد بقنطار، تبارك الله عليك، نتمنى لك طول العمر ان شاء الله الصحه والعافيه، نتلاقاو بك في مناسبه اخرى ان شاء الله. شكرا جزيلا.